القصة بتبدأ فعليا في سنة 2016، والأقمار الصناعية بتعمل مسح شامل لسطح الأرض، وصورت لقطات غريبة لسلسلة جبال السورس في قلب أنتاركتيكا. لكن وسط البياض اللانهائي ده، الكاميرات لقطت حاجة غريبة جدا، حاجة مكانها مش طبيعي خالص، مش مجرد جبل طبيعي بقمة متعرجة، ده كان شكل هندسي مرسوم بالمسطرة، قمة ليها 4 جوانب حادة ومتساوية بتتقابل كلها في نقطة واحدة فوق من زاوية التصوير في الفضاء. وكان واضح جدا إننا قدام هرم، وطبعا العلماء طلعوا بالتفسير التقليدي الجاهز وقالوا إن دي مجرد قمة جبلية طبيعية، والرياح والتلج نحتوها بالشكل ده مع مرور السنين. بس الكلام ده كله ما أقنعش ناس كتير، لأن أغلب القمم اللي بتتنحت طبيعي بيبقى ليها وجهين أو 3 بالكتير، لكن 4 أوجه وبالدقة الهندسية دي حاجة نادرة جدا ومستحيل تقريبا تحصل من غير تدخل. والشك ده فتح الباب لنظريات تانية خالص، إن ده مش مجرد صخر طبيعي، ده هرم حقيقي بنته حضارة قديمة لما كانت أنتاركتيكا أرض خضراء، والنهاردة التلج كشف بس عن القمة بتاعته. ولو قارنت الصورة دي بصورة أهرامات الجيزة أو المكسيك، هتلاقي تشابه يخليك تشك إنهم كلهم طالعين من نفس كتالوج التصميم في زمن ضايع من عمر البشرية.